وعند الله تجتمع الخصوم. خلاص أسدل الستار على قضية الغدر والخيانة، قضية الزوج والزوجة محمد الهادي وتغريد، القضية اللي شغلت الرأي العام لسنين وسنين، قضية الزوجة اللي خانت زوجها لمدة 11 سنة وأنجبت 3 أطفال مش ولاد الهادي. خلاص المحكمة قالت كلمتها برفض قضية إنكار النسب، وبكده بقى محمد الهادي ملزوم منه 3 أولاد مش ولاده، المفروض إنه يربيهم ويكبرهم ويعلمهم ويشوفهم قدام عينه ليل ونهار ليفكروه دايما بالظلم اللي وقع على عاتقه ويفكروه بخيانة أمهم له. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة أفندينا ترند في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. رمضان كريم عليكم وعلى الأسرة الكريمة، ويا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي سعادة. وما يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام حبيبنا وشفيعنا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، عشان نبدأ بيه الكلام. محمد الهادي الزوج المكلوم اللي زوجته خانته لمدة 11 سنة واتغرب من أجل تأمين مستقبل زوجته وأولاده ال3 اللي كان فاكر إن هم أولاده، وكان مفكر إن زوجته زوجة صالحة زي أي راجل مصري بيتجوز وبيشقى وبيتعب وبيتغرب من أجل تأمين مستقبل أولاده. لكن فوجئ محمد الهادي بصدمة هزت كل كيانه، إن الزوجة خانته لمدة 11 سنة، وبدأ إنه يثبت هل الأولاد دول ولاده ولا مش ولاده. ومن خلال المحكمة والقضاء وتحليل DNA والطب الشرعي أثبت إن الزوجة خاينة والزوجة زانية، ويحكم عليها ب3 سنين سجن هي وعشيقها. وكانت الفجأة الكبرى أو الصدمة الكبرى لمحمد الهادي إن مفيش ولا ابن ولا بنت من ال3 أولاد ولاده، مفيش حد فيهم من صلبه، عشان محمد الهادي يحاول بشتى الطرق انه ينكر اثبات نسب الاولاد. ما هو ما ينفعش يعيش وفي 3 اولاد مربوطين في رقبته مش ولاده، مربوطين على اسمه، يفكروه دايما بالغدر والخيانة اللي امهم عملتها فيه، يفكروه دايما بالحسرة والألم. وبدأ محمد الهادي في رفع قضية لإنكار نسب الأولاد، والكل كان يعني متوقع انتصار الحق على الباطل، انتصار العدل على الظلم، رجوع حقوق محمد الهادي، وإن الأزهر الشريف بعت فتوى إن لابد من إنكار نسب ال3 أولاد دول. لكن اتفاجئ محمد الهادي بحكم صادم، حكم هز كيانه للمرة الثانية ولا الثالثة ولا العاشرة. حزن بيشعلل في قلب محمد الهادي بعد ما القاضي ما رفض قضية إنكار النسب، وبقى على محمد الهادي إنه يربي ال3 أولاد، وإنه يكون مسؤول عنهم مسؤولية كاملة من تعليمهم وتربيتهم، ويصرف عليهم وكمان يورثوه وهم مش ولاده. مفروض عليه إنه يشوفهم في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل أذان عشان يفكروه بالجرح العميق اللي في قلبه ويفكروه بخيانة تغريب. عشان كده محمد الهادي انهار بعد الحكم وصرخ وقال حرام وظلم، وبدأ انه يشكي لرب العالمين الحاكم العادل اللي مش هيرضى بظلم انسان. واحنا بنقول لك يا هادي ما تبكيش، لان قضيتك عند رب العالمين، القاضي الحاكم العادل، والشهود في القضية الملائكة، وحقك لابد من يوم هيعود. افرح يا هادي ان ربنا ابتلاك، لان ربنا اذا احب عبدا ابتلاه. لكن المفاجأة اللي صدمت الجميع ظهور تغريد والمحامي سبانخ وبعض المؤيدين للفجر من أعوان تغريد اللي طالعين شمتانين في محمد الهادي.
هنورثك يا هادي، وهناخد فلوسك، وولادي هيورثوك، وهنولع في الفلوس دي بعد ما نورثك. هنفضل عايشين نعذبك، وهنفضل عايشين نظلمك. ويبدأ المحامي يتباهى بانتصار الباطل على الحق. أي فجر تدعون له. من إمتى الزانية بتفتخر بعملتها؟ من امتى محامي العار يفتخر بإنجاز انه كسب قضية باطل؟ وللأسف القانون المصري ظلم محمد الهادي. القانون المصري اللي شايف ان الأولاد ملهمش ذنب، واحنا كمان بنقر وبنعترف ان الأولاد ملهمش ذنب. لكن ايه ذنب محمد الهادي انه يربي في أولاد مش أولاده؟ يا ترى محمد الهادي هيسكت؟ محمد الهادي مش هيعمل حاجة؟ مش هياخد إجراء؟ هل محمد الهادي هيكمل في البلد ولا محمد الهادي هيهاجر؟ محمد الهادي هيعيش مع 3 أطفال مش ولاده يفكروه دايما بالجرح والغدر والخيانة؟ ولا محمد الهادي هيكون له رأي تاني وتصرف آخر؟ ده اللي هنعرفه في الأيام اللي جاية، وده اللي هنتأكد منه من خلال أفعال محمد الهادي. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة أعجبتكم، ويا رب ينتصر الحق على الباطل، ويا رب يا رب يرد حقك يا محمد هادي، وترجع حقوقك كاملة، وينتقم من اللي ظلمك. ولحد هنا بنقول لحضراتكم في رعاية الله وحفظه وأمانه.